السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والعافية. وش حالكم؟ عساكم طيبين. بشرونا عنكم وعن أوضاعكم. ربكم بخير وفي خير إن شاء الله. الله يجعلكم بخير وعافية. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم عندي لكم قصة. واحد فقير وبين عربه يرعى الغنم. حالته تعبانة، ما عنده شيء. المهم وجاء يوم من الأيام والرجال يرعى الغنم ويشوف له 3 من النسوان معرضات الرايحات للغدير يبون يروون ماء، وهو تطيح عينه على واحدة منهم فيها جمال ما يوصف. المهم الرجال قال لزوم عارف من هي، فتبعهم وسأل واحدة منهم، قال البنت هذه من هي بنته؟ قالت هذه بنت الشيخ، بنت شيخ القبيلة. اختلفت العلوم هنيا. فراح ورد الغنم للمراح وراح بيته ولمه قدامه. فقالت امها وش فيك يا ولدي؟ وجهك ما هو بطيب. قال والله العلوم علوم، انا ابيش تخطبين لي. قالت اسعدها وابركها من ساعة، ابشر والله بسعدك. قالت من هي؟ قال بنت الشيخ. يوجه. قالت بنت الشيخ؟ ما عاد لقيت الا بنت الشيخ، خذوا عقلك. قال ابدا ما عني ولا عنها، بنت الشيخ بنت الشيخ، روح اخطبيهم لي ولا والله لا عاد اكل ولا عاد اشرب. والله البلشة. قالت ابشر على خشم، بكرة اروح لهم. جاء من اليوم الثاني واصبحوا العرب صباح رب العالمين، وراحت البيت الشيخ، تقهوت عند حرمة الشيخ. وجاء الشيخ وقال سلامات يا حرمة، تقهويتي؟ قالت تقهويت. قال ليش طلابه؟ ناقصن عليه الشيء؟ تبين شيء؟ قالت والله يا طويل العمر اللي طلبتن عندك. قال وش هي طلابك؟ قالت أبي أخطب بنتك لولدي. قال قومي. تقهويتي؟ قالت إيه. قال ها قومي والله لا عاد أشوفش بعيني في ذا البيت إنه يجي علم وخبر. توكل على الله برا. والله طلعت ضعيفة ورجعت للبيت. قالت الرجال كسحني وطردني من البيت بسببك. قال ما عني ولا عنها. المهم طلع ضايق صدره ويفر في العرب ويشوفه شايب في العرب. قال تعال يا ولدي وش فيك؟ قال والله فيني شيء ما يحله إلا الله. قال وش؟ فعلم الشايب بالسالفة. قال له الشايب وانت ورا ما تروح انت بنفسك وتطلبها، ليه ترسل امك ليه؟ قال اروح انا بنفسي. قال ايه روح الحين انت بنفسك، روح بنفسك. قال بسم الله وراح ويدخل على بيت الشيخ. لبيت الشيخ مليان الرجال. تقهوى ويمتقهوى اللي عليه بالخير. قال الشيخ وش عندك يا فلان؟ قال انا ارسلت امي وانطرت امي، وذا الحين انا جايك بنفسي. انا جاي ان اخطب بنتك على سنة الله وسنة نبيه. الشيخ ما يقدر يرده برد شين ولا يطرده قدام الضيوف. فقال الشيخ اسمع، أبعطيك لغز فأنا حليته تراني أزوجك بنتي، وما حليته تراني أقص راسك. قال الولد وأنا قبلت.
المهم قال شل عصا القصب هذه وجيب لي راسها من ذيلها وخذ الوقت اللي تبي. الشيخ يبيه يذلف ما يبيه يعود، عطاه اللغز ذا عسف، شل العصا وراح للشايب. قال للشايب يا رجال الرجال عطانا لغز عسل وقال ما حليته يقص راسي وانت ورطتني ذا الحين. قال وش اللغز؟ قال عطاني عصا القصب هذه. قال اعرف راسها من ذيلها. قال هذه بسيطة. قال كيف بسيطة؟ قال مشينا للغدير، راحوا للغدير. قال انطل العصا في المويه. يوم نطل العصا في المويه لا جزء من العصا، المهم لا جزء من العصا يوم دخل في الماء والجزء الثاني ارتفع. قال اللي ارتفع قال هذا ذيلها وهذا راسها. قال بيسألني كيف حليت اللغز. قال قل له الراس أثقل من الذيل وبالمويه يبين الراس من الذيل العصا القصب. شلها الرجال وراح ودخل على الشيخ. قال يا شيخ؟ قال قال أنا حليت لغزك. انبهر الشيخ. قال كيف؟ قال هذا راسها وهذا ذيلها. قال عز الله صدقت. وش دراك؟ شرح له القصة. قال طيب بعطيك لغز ثاني وإن حليته فعلى ما يشهدون الرجال الحاضرين إني أزوجك بنتي حلال على سنة الله وسنة نبيه. فقال له قال له تشوف الفرس ذي ومهرتها؟ قال لي المهرة نفس الأم. قال طلع لي أمها، طلع لي الأم ومن هي البنت. الفرس والمهرة نفس اللون، نفس الرسمة، نفس الحجم، نفس الكبر، ما بينهم فرق. قال إن شاء الله. شل الفرس ومهرتها وراح للشايب. قال يا شايب؟ قال ها؟ قال الرجال ذا عطانا لغز ثاني. قال ويشو؟ قال عطاني الفرس وبنتها ويقول طلع لي الفرس الأم من بنتها. قال هذه بسيطة. قال كيف؟ قال عطني البندق. يقول الشايب عطاه البندق يا طوال العمر والسلامة هو وثور وحدة في السماء. يوم ثورها في السماء طال عمركم والسلامة لوحدة يوم جفلت والثانية وقفت. قال امسك اللي جفلت. قال طيب مسك اللي جفلت. قال هذه مهرتها، هذه البنت وهذه الأم. قال بيسألني كيف عرفت؟ قال قل له الأم متعودة على طخ البارود والبنت ما بعد تعلمت ورميت طلقة في السماء وجفلت البنت وعرفت ان هذه البنت. قال بسم الله وتوكل على الله وراح للشيخ وقال يا شيخ؟ قال قال انا حليت لغزك، هذه المهرة وهذه البنت الأم. قال لي بالله صادق وكيف عرفت؟ قال المهم انه شرح لها القصة كيف عرف. قال اسمع يا ولدي. قال ها؟ قال كلام هذا ما هو من راسك. أنا زوجتك بنتي على سنة الله ورسوله وعطيتك إن كان الله عطاك، ولكن من وين جبت العلوم ذي؟ هذا الكلام ما هو من راسك. قال والله جبتها من الشايب الفلاني. قال روحوا نادوا. يوم نادوا له الشايب قال يا شايب الرحمن أنت اللي علمته؟ قال بالله أنا اللي علمته. قال ها تراك شويري من اليوم ورايح عند شوير الشيخ الشايب ذا والولد زوجته بنتي على سنة الله وسنة النبيه. المهم انه تزوج الولد واللي عليه بالخير وجاب عيال نشامة شر من يسمع. المهم السالفة هذه ولا القصة
ولا القصة ذي ذكرتها للفائدة، والفائدة منها ما دام عندك عزم وإصرارا على الشيء وشيء يرضي الله ولا فيه عيب ولا منقود، فترى الله سبحانه من عالي سماه يوقف معك. لكن اعزم وتوكل على الله سبحانه. الله شوف كيف صارت راعي وتزوج بنت شيخ، لكن أمر الله لا ومر شيء ومر. هذه قصتنا لذا اليوم، وسلامتكم وطولة أعماركم، وانقصر شيء فعذرونا، ودعمكم لا تخلونا منه، واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ودعناكم الله.